مفيش احلى من كده. وطبعا عملنا جنبها المحشي وانا وريتكم. بصوا طعمه. بصوا. يلا نقول بسم الله. وطبعا من كمية الاكياس اكيد انتوا شكيتوا هنعمل اكل ايه. ده فلفل وبصل وكرفس وملوخية وبتنجان وكوسة، لا 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 لا، وخضرة كده. يبقى احنا هنعمل محشي. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ. انا يا جماعة استخدمت كيلو محشي. خلاص، دول 3 بصلات كبار مبشورين في الكبة. تمام. انا بقولك الكمية اللي هنستخدمها. 3 بصلات كبار. في ناس بتحب البصل قليل، وكمان في حاجة التسبيكة دي لو تفضل منها حاجة عادي جدا شيليها في الفريزر وتطلع معاكي اي وقت، سهلة وسريعة جدا. مننا نفرز ومننا نعمل اكل حلو. فعلى حسب، عايزة تزودي زودي. يبقى خلينا ماشيين واحدة واحدة. 3 بصلات ونحطهم مع شوية زيت وما تكتريش. انا مش هعمله بالسمنة لان انا كمان يومها، بس طبعا ما طولتلكمش الفيديو، كنت عاملة معاه بطاية. بس طبعا انا الفيديو كان هيبقى طويل، نزلتلكوا كل حاجة لوحدها بحيث ان انتوا تقدروا تجيبوا الوصفة براحتكم. دول بقى يا جماعة 5 كوبايات طماطم معصورة. تمام. 3 بصلات وشوحناهم، ما خليناهمش يصفروا قوي، يعني ياخدوا لون بسيط. وهنزل عليهم بواحدة الماجي، و5 كوباية صلصة، فلفل اسود. التوابل دي يا جماعة احفظوها. وده الملح بتاعنا، طبعا ملح على حسب الرغبة. فلفل اسود معلقة كبيرة كده، حجمها حلو، مش مليانة قوي. وده شوية بابريكا، وده بصل باودر، وتوم باودر. تمام. خلاص. طبعا يا جماعة هنحط بقى الحاجة السرية بتاعتنا، بس مش دلوقتي. بصوا بقى يا جماعة، خلاص الطماطم ما شاء الله هي اتسبكت معانا وجاهزة. اهم حاجة تتقل يا جماعة، ما تخلوهاش يبقى فيها مية خالص، ما ينفعش يبقى فيها مية. دول بقى معلقتين النعناع نفركهم كده الناشف فوق المحشي، يهدي كده بقى من الاكل معانا ويخلي طعم المحشي حلو قوي. ده كيلو رز. خلاص. والخضرة انا مقطعة حزمة من كل نوع. دول كانوا اكتر بس انا كنت شايلهم كمان. خلاص. بس اعتبري ان انتي بتستخدمي حزمة من كل نوع. عايزة تزودي الخضرة وتكون اكتر بتاعتك انتي، دي في ايدك انتي، فعادي. انا من الناس اللي بحب الخضرة اكتر، بس الكمية دي تاخد حزمة من كل نوع. تمام. خلاص كده، خلاص احنا حاطين عليهم الحاجة اهو وجاهزين. بصوا بقى يا جماعة، حاجة كده للمحشي عشان تديله طعم حلو كده، برضو هقولكوا عليها السر غير النعناع، هقولكوا عليه. تمام. هننزل بقى بالصلصة بتاعتنا يا جماعة. الصلصة تمشي بيها بالسباتشيلا كده في النص، ما يكونش فيها مية وما يجروش على بعض. لازم تبقى تقيلة تقيلة قوي. انا هحط حبة حبة، ولما ابقى محتاجة هزود تاني. اهم حاجة يكون صلصة كتير على الرز عشان يبقى لونها لون الرزية حلو كده في المحشي. انا حسيت ان انا محتاجة كمان صلصة، رحت مزودة طبعا. واللي هيتفضل يا جماعة عادي مش هيخسر جدا، هنشيله. تمام اهو، بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا جدا جدا. مفيش اسهل من كده. خلاص، عايزة تزودي خضرة زودي، عايزة تزودي صلصة زودي، برضو دي على حسب الرغبة. احنا المهم بس الكمية. بص انا بحب بصراحة الخضرة والصلصة يبقى كتار كده. الخضرة بيبقى طعمها برضو مدية طعم حلو كده للمحشي. طريقة سهلة وبسيطة، واي واحدة متعرفش تعمله بالطريقة دي هينجز معاها جدا، وهتعمله كأنها يعني مش اول مرة نعمله. بس امشي على الخطوات زي ما انا بقولك بالظبط. تمام اهو. شايفين طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. طبعا انا برضو مش ببقى عايزة اطول عليكم الفيديوهات قوي، بس عشان تستفيدي. بصوا بقى يا جماعة، دول شوية بصل مبشورين وحط عليهم فلفل اسود. خلاص. بس دول هتحطيهم كده فوق الخلطة، وقوليلي على الطعم واختلاف الطعم ما بين كل مرة تعملي محشي والمرة دي. هستنى تعليقاتكم تقولولي ايه رأيكم. ما تنسوش معلقتين بصل مضروبين في الكبة، وعليهم شوية فلفل اسود. حاجة كده تحفة، هتدي طعم تحفة للمحشي.
هي والنعناع ده سر المحشي بتاعي، جربوها. ولو عندك نعناع فريش ممكن تقطعي مع الورق كده كام واحدة كده، فاهمة، بدل الايه الناشف، بس انا ما كانش عندي فاستخدمت الناشف عادي. انا كده خلاص زودت شوية ملح لاني كنت حاسة ان هو عايز ملح، وبس كده نتوكل على الله ونبتدي نحشي الحاجة. انا بحب يا جماعة ما نيمهمش كده في الحلة عشان الرز ما يقعش، بوقفهم كده. انتي بقى عشان ترصيهم بتميلي الحلة، لا اما تعمليهم كلهم بعد كده ترصيهم، بس لازم تبقي كلهم موقفيهم. بصوا اهي طريقة. طبعا بتسيبي فراغ حتة صغيرة كده لان الرز برضو بينفش معانا، ما بتبقاش مليانة لاخرها. اهو تمسحي بقى كده ما يكونش فيه رز، بصوا فوق الوش، بصوا مش مليانة لاخرها، في فراغ كده شوية عشان الرز هينفش معانا فهيطلع لفوق سنة فهتبقى مليان. هنخلص بقى كل الكمية الحلوة دي ونرجع نقولك هتسويه ازاي بأمر الله. خلاص يلا بينا. خلاص انا كده خلصت تمام. بصوا بقى اهو حطيته على النار وحطيت له 3 كبشات من مرقة البطة. انا مش محتاجة حاجة تاني كده. اللي هتقولك طب انا ازاي اعرف يستوي ازاي ما يستويش والكمية والكلام ده كله، المغارف اللي انا حطيتها دول بمقدار 5 كوبايات شوربة، تمام، لان احنا حاطين 4 كوبايات رز اللي هو الكيلو، وقولي برضو الخضار هياخد، فهو 5 كوبايات. ولو اتفضى مية عادي جدا على فكرة، مش هيبقى فيه مشكلة تحت. بصي بقى انتي بتاخدي كده على الغطا بالاول، بتخليه بقبق يبقى سخن جدا جدا والشوربة تغلي، وبعد كده بتوطي عليه وتسيبيه بقى براحته وتغطيه. وكنت حاطه له بصوا قرنين فلفل حامي كده في النص، طبعا بتستغني عنه لو عندك اطفال. وبكده عملنا اجمل محشي هتدوقيه في حياتك. الف هنا وشفا. اشوفكم بامر الله على خير، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا. باي باي. يلا بقى شوفوا الجمال والحلاوة بعد ما استوى وقد مش مبهدل، وكل الرز مستوي ومش معجن وجميل قد بسم الله ما شاء الله. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وعقبال كل الوجبات اللي جاية ان شاء الله. وعايزين بقى نجرب مع بعض اكلات جديدة وحلويات ان شاء الله، هيكون في يوميات. وهقول لكم على منتجات كمان انا استخدمتها عجبتني جدا جدا وهتعجبكم على ضمانتي. يلا باي.